ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا عم ابراهيم؟ يا نهار اسود! الو. استنى قول لي العنوان فين؟ ماشي. الو. ايوه. بتقول ايه؟ قنبله؟ فين القنبله دي؟ بتقول فين؟ وها نحن الآن نشهد واحدة من أعنف العمليات الإرهابية وأشدها يا غادة. نراه الآن على الشاشة. يا غادة تعالي شوفي ايه اللي بيحصل. الرهائن وجدوا أنفسهم أسرى في ايه يا ماما بتزعقي ليه؟ تعالي يا بنتي تعالي بصي تعالي. قنبلة وكما هو واضح على الشاشة تحيط بجسد أحد الرهائن والذي توردت إلينا أخبار بأنه لواء في وزارة الداخلية. كان البحث قد استمر عنه طوال الأيام الماضية لينتهي بظهوره في أسوأ توقيت ممكن. الأعصاب لا تزال مشدودة والموقف لا يزال متوترا حتى هذه اللحظة. إلى الآن لم يتمكن رجال الداخلية من تحرير الأسرى في الداخل. ايوه يا حمزه، وصلت ولا لسه؟ بسرعه يا حمزه، واول ما توصلوا كلموني. يلا. الكل لازم يخرج، افتحوا البوابات بسرعه وخرجوهم كلهم. يلا يا ابني يلا. الو. ايه بتقول ايه؟ تلفزيون؟ طيب. ولا يزال العد التنازلي للقنبلة يتواصل وبسرعة مذهلة بالنهاية النسوية القادمة إن لم إيه ده؟ يتمكن ده خبراء مجدي. المفرقعات من التعامل مع القنبلة وإبطال مفعولها أو على أقل. واجب. خد علاء معاك وانزلوا صوروا المكان وحاولوا تجيبوا الناس اللي جوه بسرعه. يلا دينا، منى، امسكوا صفحه الجورنال على فيسبوك وتويتر وتنزلوا خبر كل دقيقه. اي خبر تلاقوه تنزلوه. يلا اتحركي بسرعه. اسماعيل خد هناء معاك واعرف لي مين الناس اللي في المعرض باسمائهم وتليفوناتهم، وحاول تكلم حد من جوه يحكي لك ايه اللي بيحصل. ها؟ ورانيا، هيا تعالي لي بسرعه. اسماعيل الموضوع ده مهم جدا، حاول تجيب حد من جوه تكلمه. ها؟ بقول لك اقفي مع داليا هنا طلعي لي كل الاسماء. يلا يا جماعه بسرعه ارجوكم بسرعه. الحقوا يا باشا! الحقوا يا باشا! اوعى باشا! مستنيين ايه؟ خرجوا الناس! ساعات البابات كلها مقفوله وكلهم مش عارفين نعمل ايه! يبقى تتكسر! وماشيين الاكل مش عايز اشوف حد هنا. يلا يا جماعه اهدوا بس، اهدوا يا جماعه، اهدوا علشان نعرف نتكلم. لو سمحتوا مش عايز اي حد يقرب من جوه، يمين وشمال وبسرعه، تقعدوا على الارض. البوابات دي بتتفتح ازاي؟ بالكهرباء يا فندم. بالكهرباء منين يعني؟ اللوحه يا فندم طالع منها اسلاك خايفين نلمسها. الاسلاك دي كلها. يلا يبقى ما حدش يقرب لها، ما حدش يلمس لوحه الكهرباء. ها في جديد؟ سليم لاعب لوحه الكهرباء بتاعت فتح الباب، مش هنقدر نفتح الباب من جوه. يعني ايه مش هنعرف نفتحها؟ يبقى تتكسر. شوفوا لنا كده عايز حاجه نكسر بيها الباب ده. الله. ايوه. ازيك يا حمزه؟ سليم انت اتجننت؟ اسكت وبلاش عفرطه واسمع اللي هقول لك عليه. انا مكلمك عشان اساعدك. بتساعدني ازاي يعني؟ الباب اللي انتوا عمالين ترزعوا فيه ده متلغم، يعني لو حد حاول يخرج او يدخل من غير اذني المكان كله هينفجر. انا قلت الحقك قبل ما تتغابى. سلام. ابعد يا بقى، ابعد عن الباب. في ايه؟ لو فتحنا الباب المكان هينفجر. نعم سليم، فخخ الباب، لو فتحناه القنبله هتنفجر. ايه؟ صباح الخير.
صباح النور. كان عندي ميعاد مع مستر صبحي باسم سامح عثمان. طب ثانية واحدة أراجع البيانات. اتفضل. أيوة بس الميعاد ده الساعة 10 ومستر صبحي لسه ما جاش. ده انا اللي جيت بدري شويه. طيب في مشكله لو قعدت استنيته؟ لا خالص، اتفضل. ميرسي. مريم. يا باشا الحقونا يا باشا. ايه؟ الحقونا. ايه اللي حصل؟ الحقونا يا باشا. ايه اللي حصل؟ فيه ايه؟ القنبله فيها موبايل ساعته اشتغلت يا باشا. طب ايه ده بس؟ ايه؟ يا جماعه اهدوا ثانيه واحده. اسمعونا. الساعه بتقول قدامنا لسه وقت قد ايه؟ يا فندم نص ساعه بالظبط. يا جماعه حاضر، قبل نص ساعه تبقوا خارجين. هنخرجكم قبل نص ساعه. هنخرجكم قبل نص ساعة. خرجهم ازاي بس واحنا مش عارفين نفتح لهم اصلا؟ فين القنبله؟ القنبلة جوه بس مش هنقدر نفتح الباب يا فندم. امال هندخل ازاي؟ مش عارف بس هندخل. بهاء. دكتور سليم، ازي حضرتك يا فندم؟ مش فاكرني؟ أنا حسام محمد، كنت طالب عند حضرتك في هندسة. ازيك يا حسام، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك أنت يا دكتور؟ أنا بقالي كتير قوي ما شفتكش من ساعة اللي حصل معاك أنت وعلي. الله يرحمه. الله يرحمه. أنا آسف يا دكتور، أنا بس لما شفتك افتكرته. لا ولا يهمك. انت طمني عليك، اخبارك ايه؟ كويس؟ أنا الحمد لله اتخرجت واشتغلت في شركة بقالي 3 شهور وأهو ماشي شوية كده وشوية كده. بس حضرتك كنت دايما بتقول لي إن هي بتبقى كده في الأول. صح، وبعد كده هتتعدل وتتظبط وتبقى كله تمام، وانت اصلا كنت شاطر يا حسام، انا فاكرك كويس. ربنا يخليك يا دكتور. على فكره انا ما صدقتش اي حاجه من اللي هم بيقولوها دي، مش انا بس ولا انا ولا اي حد من الدفعه. هم يكتبوا اللي يكتبوه وينشروا اللي ينشروه، هم احرار، لكن احنا استحاله نصدق الكلام ده. دكتور سليم يقتل؟ والله العظيم العالم دي اتجننت. هو احنا مش عارفينك ولا ايه؟ مبسوط اني شفتك جدا، بس لازم اتكل على الله بقى. ماشي يا دكتور، انت مش عايز مني اي حاجه؟ اعمل لك اي حاجه؟ سلامتك وشد حيلك. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه.